السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، جبت لكم تحلية لذيذة جدا. هذه التحلية معتمدة عندي بشكل كبير في شهر رمضان، في الشهر الفضيل. مكونة من طبقتين، سهلة التحضير وتجي روعة بنتها ما شاء الله. نتمنى تتبعوا الفيديو حتى تكتشفوا الوصفة. الوصفة تاعنا سهلة وبسيطة. نحتاج زوج بيضات، البيضة الأولى للطبقة الأولى والبيضة الثانية للطبقة الثانية. نكسر البيضة الأولى في غيسيبيون، نزيد ملعقة كبيرة من السكر، سكر حبيبات، وملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي. ومن بعد راح نضيف 3 ملاعق كبار من الحليب. من بعد ما نضيف 3 ملاعق كبار من الحليب، راح نزيد أنا قشور البرتقال، واللي ما يحبش البرتقال يستبدلها بالليمون لأنه الوقت تاعو. من بعد راح نروح نخلط المزيج تاعنا جيدا حتى تندمج المكونات. من بعد راح نضيف 2 ملاعق كبار من الفرينة ونصف كيس من الخميرة الكيميائية، والنصف الثاني راح نحتفظ به من أجل الطبقة الثانية. نخلطوا الخليط تاعنا مليح حتى تندمج مليح المكونات. خلطوا مليح حتى ما تكونش عندكم هذيك الحبيبات، لأنه لو تجيلك الحبيبات راح تجيكم الوصفة فاشلة. من بعد راح نضيف الملعقة الثالثة، هي راح نحتاج 3 ملاعق من الفرينة، ونخلطوا مليح. لازم دائما تخلطوا مليح. تحبي تخلطي بيدك ولا بالخلاط الكهربائي تبقى اختيارك. من بعد أنا رحت جبت صينية، هذه الصينية ترفد لي 4 بيضات، فرشت فيها ورق الطهي ودهنته بشوية زيت. كما راكم تشوفوا الخليط تاعنا جا مشابه لخليط المسكوتشو. من بعد راح نفرغ الخليط تاعي في الصينية، ومن بعد نفرغه راح نسوي الوجه تاعو بالملعقة حتى يعني تجيني كامل الطبقة تاعي لها نفس السمك. من بعد ما نسويه بالمغرفة تاعي راح نحطه في الفرن. راح نشعله من تحت تقريبا 7 دقائق إلى 10 دقائق على درجة حرارة 180. من بعد أنا جبت الجازوز تاعي ذو فريزة، درت 3 كيسان من الجازوز، 240 مليلتر يهزو، ونضيف 3 مغارف من النشا و3 مغارف من السكر بارد في بارد، ونخلط. وهذه طابت لي الطبقة الثانية. قلت لكم راح نضيف بارد في بارد، لأنه لو نضيف النشا وهي سخون راح تجينا تكتلات ما تجيش مليحة. من بعد ما نضيفوا النشا والسكر نخلطوا الخليط تاعنا مليح. انا اخترت ذوق الفريتة الكازوز، وانتيا خيري نتحبي. من بعد نضيفوا فوق النار ونبقى نخلط. لازم تبقوا تخلطوا، علاه بسكي لو ما تخلطوش راح تجيكم تكتلات تاع النشا من تحت وراح تجيكم الوصفة فاشلة. من بعد ما تخلطي راح تبدأ تظهر لك تكتلات ويبدأ يتغير لك اللون تاع الخليط تاعك حتى يصبح بهذا القوام، يصبح ثقيل ونطفيه عليه. من بعد ما نطفيه عليه راح نجيب الطبقة الأولى تاعي، راح نحطها في الصينية كما راكم تشوفوا. من بعد راح نجيب الخليط تاعي ونضيفه فوق الطبقة الأولى ونسوي الوجه تاعو بالملعقة. من بعد ما نضيف هذه الطبقة راح نزيد الطبقة الثانية من المسكوتشو. فوالا. من بعد راح نزيد الخليط تاعنا من الفوق، يعني نسقيه تقريبا من فوق. بعد ما نسقيه من فوق راح نسوي له الوجه تاعو بالملعقة، واقل حاجة راح تديريه في الثلاجة 4 ساعات. ولكن انا ما عنديش الوقت، راح نخليه غير نص ساعة بس ما عنديش الوقت. فوالا كي خليته نص ساعة شفتو ماسك من الافضل انك تخليه 4 ساعات اقل حاجة في الثلاجة. من بعد راح نروح نقطعه. التقطيع طبعا راح يبقى اختياري كما تحبي قطعي.
فوالا تحبي تزيدي تزينيه بأي حاجة عندك، أنا ما حبيتش نزينه، راح نخليه هكذاك. جات التحلية روعة ما شاء الله، جات تدوب في الفم، تحمر الوجه. رائعة رائعة، ما عندي ما نقول فيها. نتمنى انه تجربوها، خاصة انه في الشهر الفضيل. تحلية يعني في الليل تجي ولا أروع. هذه التحلية كما قلت لكم أنا نعتمدها بزاف في الشهر الفضيل. تجي بنينة، تجي هشيشة، تجي روعة. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة، وإلى الملتقى إن شاء الله وتجربوها.